السلام عليكم، شلونكم حبايب؟ شخباركم؟ إن شاء الله الكل بخير وصحة وسلامة يا رب. ورجعت وياكم بروتين جديد، ونبدي الفيديو مالتنا بالصلاة على محمد وآل بيت محمد. عندي منقعة حمص، عندي ناعم وعندي خشن. أرد أسوي فلافل وأرد أسلق الباقي أسويه للتشاريب، وهميا سويت لنا من عنده لبلبي. تعرفون بعد الجو بارد ومطر ما شاء الله، اللي يقول رجع علينا الشتاء من جديد، وأنا حتى المطبخ مصيفته. عندي هنا طماطة 30 كيلو، خذيت من عندها سلات 2، والباقي سويته معجون طماطة. عندي هنا نظفت الخضرة، وعندي هنا كراث وكرفس، هذني أرد أضيفهن للفلافل. طبعا هذا الفيديو قبل رمضان. أكيد هنا جاي أشوي سمك للغدا. وهاي حماماتنا جميلات، وهاي خضرتنا ما شاء الله بدت تعلى. ترمت الكرفس والكرات هيجي قطعته بإيدي، حتى بعدين أثر ويا اللبي ويا اللبلبي العفو. هذا هنا عندي خشن، وهذا عندي ناعم. هذا الناعم مالت الحصة، فمجمعته صار لي فترة، قلت خلنا استفاد منه وأسويه فلافل. شلون سمك يخبل. هذا كان آخر غدا إنه قبل رمضان. عندي هنا قصصت الطماطة، راح أبدي أخلطها حتى أصفيها بالمصفي. أرحب بمتابعاتي الجدد وأقول لهم أهلا وسهلا، ورمضان كريم، الله يعودكم بالصحة والسلامة يا رب، وتقبل الله طاعاتكم إن شاء الله. بديت هنا أصفي من القشور والحبيبات هاي اللي يصير بي. ضفته هنا بالجدورة على الطباخ العفو. راح أخليه يفور، وبعدين أضيف له الملح والمعجون. هنا يسهل عندي المرقة، يعني أطلع الوجبة كاملة عندي، لا أضيف معجون ولا فد شي. أخليهم شوية ياخذون هيجي فورتين 3 على الطبخ، وأطفيها بس شوية يبرد عندي. أخليه بأكياس وأحتفظ بيه بالمجمدة على قد الطبخة مالتي. أنا هاي التفريزات دائما أسويها، مو بس برمضان، يعني حتى بالأيام العادية تفيدني. صحيح أتعب لي يوم أو يومين، بس أرتاح فترة طويلة من هيجي تفريزات. خصوصا من ترخص الطماطة، مثلا يصير الكيلو ب500 وطماطة حلوة، واحد يشتري له كمية ويخلطها ويخليها بالمجمدة. اكو مرات يخلنها هيجي بعلاليك ويذبنها بالمجمدة، وبعدين يطلعنها ويقشرنها ويدقنها دق. هم تصير، بس هاي الطريقة لا تكون أحسن. طبعا التفاعل هسه من بدأ رمضان لحد هسه كلش قال بالقناة، حتى نسبة المشاهدة قال. اللي أتمناه منكم لايك وتعليق حلو من عندكم، ويا ريت تشاهدون الفيديو أو تدزونه لأقربائكم وأصدقائكم حتى تصعد القناة، أكون ممنونة من عندكم. عندي هنا اللبلبي والخضرة مالتنا، وعندي هنا خبزة أكيد بمساعدة أبو علاوي، الله ينطيه الصحة والعافية. هو يساعدني أنا بوحدي. اكو بنية كاتبت لي شنو زوجك 24 ساعة يمش بالمطبخ؟ لا حبيبتي، انا دائما تصويري يكون بالليل، فاذا هو ما عنده شغل او فد شي هو ما يطلع ويروح يم جماعته او فد شي، فكله يمي بالبيت. فشكو بها يعني اذا قاعد يمي وساعدني او هيك شي. حبيبتي انتي. راح اخلط المواد وارجع اخلطهم مرة ثانية. صار الطعم مالتها بنات يجنن. هيجي كثروا من الكرات والكرفس وبصل همين، وخبز أو إذا عندكم صمون. أنا هنا سويت كمية هواي، هم قلت أودي منها لعمتي وإن للبيت حلو شكلها، حتى لو بدون قالب مال فلافل. يعني بس تطلعين العجينة وتضيفي لها كيس مال بيكنج باودر، مو سودة، بيكنج باودر وملح وشوية فلفل أسود، وإذا عندك بهارات هيك تحبينها ضيفيها. أنا ضفت الفلفل اللي يصير مالت الأندومي، انطاها طعم كلش حلو. هيك تشكلينها بيدك مثل الكوبا وتقلينها. وإذا تردين تضيفين على العجينة سمسم، هيك فد خاشوقتين سمسم يكسبها وينطيها طعم كلش حلو. جربوها بنات وقولولي. همين انتي مسويتها بالبيت على ايدك ونظيفة، احسن من البرة والدهن مالت البرة،
فشي هيجي نظيف على ايدك. هاي عندي ثرامة كلش قديمة، جايبها إلي أبو علاوي، كلش مفيدة للحم، لهيجي شغلات للكباب. فأني أشتغل بيها وبعدين أنشفها وهاي وأضمها بالمخزن. ما أحكي لكم هنا بهذا اليوم إيش قد كان الجو كلش بارد، بحيث أنا لابسة هاي الدهداشة قديفة وكلش ثقيلة ولابسة زوجين جواريب وبعدني بردانة، لأن أنا مصيفة المطبخ، فالجو ما شاء الله كلش برد. هاي هنا عندي الخلطة الأولى، وراح نرجع نخلطه مرة ثانية. أنا أدري هاي الأيام كلش منقطعة عنكم، بس والله بعد بنات تعرفون رمضان ودوام والركضة مالت المطبخ اللي ما تخلص. كل ما جاي أشوف نفسي شوية فارغة أقعد أمنتج لكم فيديو، جاي أصور لكم هيجي لقطات خفيفة بس ما جاي أفرغ أمنتجه. يلا تتحملوني تعذروني، المهم أنا ما قاطعة بيكم. حبايبي انتم. هاي هنا عندي الوجبة الثانية، أنا مسوية كمية هواي، يعني الحمص اللي عندي بالمخزن كله سويته، قلت ليش يضل ويخرب، هذا مالت الحصة اللي ينطونا اياه كلش ناعم، فقلت خلي استفاد منه. فشوفوا هنا شفته يعني ما مثروم زين، قلت اثرمه مرة ثانية. ما شاء الله من التعب كل ساعة اسحق لي بحجاية، مو تركزون بنات عدوها علي اوكي. حبايبي انتم، والله قد مشتاقة لكم، احس هيجي اكو فد شي مفقود. بس يلا ما يخالف، وحدة تتحمل الثانية. هذا عباسي. يسلم عليكم، لازم يخلي ايده بالكاميرا. ذاك اليوم يقول لي ماما ليش انا ما تفتحي لي قناة على اليوتيوب اصور بيها حتى اواري الاولاد. قلت له اي ماما شكو بيها، فتوى الايده شلون ماتها. يدردم يدردم عليه هنا. ما شاء الله الكمية كلش هواي، فكلش تعبت، بس هذا التعب حلو انه تجين تفتحين مجمدة وتطلعين عالجاهز. قولونا بنات، بلشتوا تحضرون للقرقيعان بعدكم؟ أنا والله بعدني لا مشترية للأولاد شي ولا محضرة شي. يلا إن شاء الله بعد كم يوم هيجي وانزل للسوق أشتري العبوسي والروان، وهم أجيب الحلويات والهاي حتى أحضرها أنا وياكم. بقية المحافظات عندكم قرقيعان؟ لا، إحنا البصرة عندنا، بعد ما أعرف بقية المحافظات. هسه راح نرجع نترمى مرة ثانية. خذيت هيجي شوية حتى أنظف الماكينة، وراح أرجع أخلطه مرة ثانية. عندي عبوسي هنا جايباه بالتيك توك.
عندنا هنا خلصنا. راح هيجي أبدي أعجنه كل زين حتى أخلطه خلطة ثانية وأبدي أكيسه بدون أي إضافات، لا بهارات لا كركم ولا أي شي. بساعتها من أريد أقلي أطلعه، أضيف له شوية مي، مو مي هواي لا، يعني شوفوا العجينة تحتاج مي أو لا فضيفوا لها. أرجع للطماطة مالتي، الجدر الثاني فار عندي، فهيجي أفقد القوطية مالت المعجون من فوق حتى تنزل عندي بكل سهولة. أنا هنا مسوية كمية هواي، انتم إذا تردون تسوون قللوا من المعجون. يعني تقريبا هنا سويت 25 كيلو، لأن أنا شلت هيجي تقريبا بالخمس كيلوات والباقي سويته. أعطيه هيجي أقلبه تقريبا كل زينة وأخليه شوي على النار والنار أطفي. أنا ذاك الجدر مطفيته كملته، بقى عندي بس الجدر الثاني. أنا المفروض هاي الأشياء كنت منزلتها قبل رمضان، بس والله بنات ما فرغت. بس يلا إن شاء الله تستفادون منها أو تاخذون منها أفكار للأيام الجاية، ما بيها شي، مو شرط إلا بس رمضان يعني. أكيد ما أنسى الملح حتى يبقى محافظ عليه. أنا هنا ما قطعت الفيديو، خليته وياكم حتى تشوفون الخطوات أول بأول. أكو بنات مبتدئات ما يعرفون. شوفوا هنا شلون بدأ اللون يتغير من لون الوردي صار لونه أحمر. فلا تجيني وحدة تقول لي شنو احنا ما نعرف، لا ما بيها شي، وحدة تستفاد من الثانية. اكو بنات استوهم متزوجات بعدهم صغار ما يعرفون، كل احنا مرينا بهاي المرحلة. هذا عندي اللبلبي، راح اسلقه نص سلقة مو سلقة كاملة. هنا شلت الجدر خلصت، وراح اسوي لنا للبيت هم اللبلبي بما انه الدنيا باردة وهاي، فحلو هيجي اجواء شتوية مالكم علاقة. كل ساعة اسحق لي سحقة وغلسوا. تعبانة جاي أمنتج الفيديو هسه تقريبا ساعة بثلاثة، قلت قبل لا يأذن خل أكمل الفيديو، لأن أعرف إذا يظل ثاني يوم وثالث يوم ورابع يوم ما راح أسوي. أكيد هنا ضفنا الماي حلو ونخليهن يفورن. أنا اللبلبي ما أضيف له سودة، أضيف له بيكنج باودر، ينطي هذا اللون الأصفر كلش حلو. نرجع للفلافل مالتنا، نعطيهم خلطة ثانية سريعة حتى نبدي نكيسهم. أنا هنا ما قطعت الفلافل ليش؟ حتى تشوفون الخطوات أول بأول، ما قطعت عنكم أي شي. طبعا اللي عندي هو الحمص كله منقع قبلها بيوم، يعني ثاني يوم بالليل يلا اشتغلت بيه، مو رأسة تغسلونه وتسوونه لا، ما راح يصير. شوفوا هنا شلون بدأ يصير ناعم كلش.
خلصنا الوجبة الأولى، راح أبلش بالوجبة الثانية. طبعا جدا ممنونة تعليقاتكم الحلوة. بعد روحي حبايبي، أني اللي أحبكم مو بس أنتم اللي تحبوني، الله شاهد. أكثر من خوات وغاليات وعزيزات أنتم. طبعا بنات نسيت إنه أنا خليت ثوم همين، خليت ثوم وياه، فنسيت أقول لكم. طبعا الثوم مو هواي، فشي قليل، يعني أنا هاي الكمية كلها ضفت لها راس ثوم واحد. فأنتم من تبدون تسوون كمية قليلة يعني سنتوم كلش كافي. خلصنا هنا، راح أبدي أشيسهم أنا وأبو علاوي. أنا راح أشيس، خطيه هو يفتح لي الشيس، الله ينطيه الصحة والعافية إن شاء الله. وأنطي إله هو هيجي عكرة إلي، يعني كلش تعبت. طبعا أنا هنا لو خليت لكم الصوت وتسمعونه شي يصيح والله كذابة، هي كل شي ما سوت أنا اللي سويت. قلت لهم زين الناس تشوف بعيونها منو جاي يشتغل. طبعا عندي عبوسي كلش مريض، ندى جاي يسمعون نفسه، النفس مالته كلش عالي، خطية صدره. هيجي فجأة رأسة تمرض، مو الجو مالتنا ما تعرفون، نوب باردة نوب حار نوب مطر، فاللعب بينا جهله. أنا خليت شوي هيجي كميات هواي، قلت خاف يجينا أحد فد شي، يعني ما قللت بالأكياس. طبعا ما أعرف ليش الكاميرا مطلعة لون الفلافل أخضر كلش، ومو هيجي شوي لونه أفتح بعد، ولا هو الفلافل حلاته بالخضرة مالته. هسه هنا راح أبدي أضيف المعجون. خليت هيجي تشيس بالجكة مالت الماي حتى يسهل علي. أنا قمت أعبي تشيوسة وانطيه لأبو علاوي يشتهن إلي حتى أروح أجمدهم بالمجمدة. طبعا هنا عندي برد، يعني دافي مو كلش حار.
جبنا الجدر الثاني، خلصت من ذاك الأول وما شاء الله سوالي كمية خير من الله. وهنا خلصنا والحمد لله والشكر. راح أوديهن للمجمدة. عندي هنا اللبلبي انسلك همين. أنا خليت الطماطة شوية تبرد على ما انسلق اللبلبي، وهمين شيسته ورحت شوية ارتاحت، ذبيت على نفسي ماي، بدلت ملابسي، يعني كان اليوم كلش طويل. فرجعت أشيس اللبلبي همين حتى أرتاح منه. هذا مثلا للتشاريب، نحتاج نسوي فتة، يعني نحتاج الحمص دائما انه يكون عندنا مسلوق وجاهز. مرات اكو بنات يشترن هاي المعلبات اصلا ما بيه طعم، فانا سلقته حتى يكون عندي جاهز لاي اكلة انا اريد اسويها. حتى مرات نضيف لمرقة الدجاج همين يصير حلو، او ذاك المجروش همين حلو، بس انا ما كان عندي، ما متوفر عندي فما سلقته. هم سوالي كمية حلوة احتفظ بيها بالمجمدة. أنا أول ما بلشت في التفريزات بلشت بذني، وبعدين سويت الكبب اللي أنا نشرتها لكم. كان المفروض أنشر هذا الفيديو بالبداية، بس يلا كل واحد. طبعا عندي عظام همين راح أسلكهم وأستوهم كلش يعني يستوون، وأقسمهم هن والماي مالتهن، حتى شنو أضيفهم مثلا للشوربة. مثلا مرقة الفاصوليا حلو من تضيفي لها هيجي عظم. أنا مرقة الفاصوليا ما أسويها بوحدها، يعني أسويها ويا مطبق اللحم أو ويا مطبق الدجاج، يحبون ياكلونها وياها. فالعظام حلوة، أو مثلا آخذ لي كيس أضيفه للتشريبة مالت اللحم همين ينطيها طعم حلو. خصوصا العظام عندنا ما تستوي بسرعة، يعني يرادلها وقت. فاني هم سلقتهن وفرزتهم هم بأكياس. هنا جهزن عندنا كل شي تمام. عندي هنا بديت أسلق بالعظام وأحمس الشبزي. هاي ثاني يوم حمست الشبزي والعظام سلقتهم همين. شلون شبزي يخبل، تمنيته قدامكم، بس أنا مصورت لكم طريقة هواي. يعني إذا المرقة مالتك مو هيجي وطبقة الدهن فوقه، معناها المرقة مالتك مو توب. بعد كل ما يطبخها على طريقته. احنا هنا بالبصرة نحمسه نطلع روحه.
وأكيد التمن ومرقتنا صارت جاهزة. وهسه شنو لازم خبز حار ونسوي لنا هيجي ماعون ثريد. وسهمكم العافية. ناخذ ماعوننا ونروح. وهسه هنا حبايب عندي استوت العظام، راح أبدي أفرزها، راح أخليها بأكياس وأوديها للمجمدة. هنا جاي أثرم باللحم، مشتريته شرح ما تارمته. أحتاجه للبيتزا مثلا، لحم بعجين، هواي شغلات أحتاجه. راح أقسمه وجبات وأضمه بالمجمدة. هاي الثرامة كلش عملية وضروري كل وحدة تجيبها بالبيت. وأكيد هسه خلصنا تفريزاتنا. وخليكم بالفيديوهات القادمة، ومع ألف ألف سلامة. لا تنسوني بلايك وتعليق حلو من عندكم، وأكون ممنونة من عندكم وشاكرة لكم حبايب قلبي انتم.